السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وتكون أموركم هانية وعلى خير إن شاء الله. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. كما كتلاحظوا مربى ديال الدنجال أو الباذنجان. فكما كنعرفوا الباذنجان كنديرو فقط في الأكلات ديالنا والكسكس والطواجن والغراتان. فأنا اختاريت نقدم لكم مربى ديالو. كما كتشوفوا كيجي ثقيل وبالرائحة ديال الماء الزهر اللي كتجي رائعة وما كتكونش فيه ريحة الدجاج كما كنعرفوه، فهو ما عندوش الريحة قوية، وفي المربى كيجي معسل وزوين. وصدقوني لا جربتوه غادي تكونوا مدمنين عليه بحالي، لانه فعلا رائع وكيستحق التجربة. وان شاء الله تجربوه وتردوا عليا التعليقات ديالكم اللي غادي نتسنى ان شاء الله. فكما كتلاحظوا كيجي زوين بزاف. ونمشيو للطريقه ديال التحضير. فانا عندي 3 كيلو ديال الدنجال. بانه هو جديد اختاريت الدنجالات يكونوا شويه كبار، وإلا لقيتو صغارات فهو كيكون احسن وكيكون فتي. فانا عندي 3 كيلو كما قلت لكم ديال الباذنجان او لا الدنجال اللي غنحضروا به المربى ديالنا ان شاء الله. ف3 كيلو غنحتاج الكيلو الا ربع ديال السكر. فانا ما بغيتش يكون معسل بزاف، فطبعا الذوق كيرجع لكم تكثروا فيه السكر او لا تقلوه. فانا درت بين وبين كيلو الا ربع 3 كيلو ديال الباذنجان. وباش نكه اختارت نكه بماء الزهر، ممكن نكهوه بالفانيلا او اي منكه ماء الورد، او كل واحد على حسب الذوق ديالو. هادو هما المقادير اللي غنحتاجو باش نحضروا هاد المربى هذا. فكناخذ الباذنجان ديالي كما كتشوفوا، كنحاول نحيد ليه القشره ديالو كامله باش نحصلو فقط على الداخل اللي كيكون ابيض. كنقشرو بهذه الطريقه هذه. فصدقوني ملي غتجربوه غادي يعجبكم بزاف وغتكونوا مدمنين عليه بحالي طبعا. فانا كنفضل المربى ديال الخضر اللي كتكون صحيه، وكذلك ديال الفواكه الموسميه. كل الفاكهه اللي كتحضر في الموسم ديالها، بحال ديال التفاح ديال التوت او الفريز، وكذلك ديال الشريحه او كما كنقولوا عفوا التين. فكنقطعوا بهذه الطريقه هذه. كتر ما كتقطعيه بقطع كتكون صغيره اكثر ما كيكون مزيان. تقطعي الشرائح طوال وتقطعيه قطع كتكون صغيره بزاف. فبعد ما كنقطعو بهذه الطريقه هذه وكنحاولوا نكونوا قطع صغيره، وكنستمروا بهذه الطريقه هذه. كنقطعوا الباذنجان ديالنا كامل، كنقشروه ونقطعوه. وكناخذوا السكر كنغطيوه به بهذه الطريقه هذه. كنحاول نغطولو كامل الفوق ديالو، ما كنخليو فيه حتى بلاصه، حيت كما كنعرفوا الباذنجان كتر ما كنقشروه ونقطعوه كيسود بسرعه. فداك الشيء علاش كندير السكر من الفوق وكنغطيه كامل باش ما يكحلش لينا، وكنخليه ليله كامله حتى الصباح ان شاء الله.
وكيكون كيلقاه كينزل يكون بهذا الشكل هذا، وكيطلق الماء ديالو كما كتلاحظوا. تقدري تخليه 5 السوايع، تقدري تخليه على قد ما بغيتي. انا فضلت نخليه كنخليه بالليل كامل حتى الصباح كما كتشوفوا كيطلق الماء وكينزل. كيكون ناجح 100% الا خليتيه ليله كامله. فهذا هو السر ديالو اللي كيخليه كيطلق الماء وكيطيب وكيتعلق. وكنديروه دابا نديرو على النار كتكون هادئه. فمدة ديال الطياب ديالو تقريبا ما بين 20 حتى 25 دقيقة. كديرو على النار كتكون هادئة كما كتلاحظوا. كنحاول نحيد ديك الرغوة اللي كتكون عندي في الجوانب. وكنستمر في التحراك كل مرة وهو على النار تنشوفوا نشف. فانا فضلت يكون معلق ويكون شويه ثقيل. الا بغيتي نتيا يكون شويه خفيف فكتخليه باقي فيه شويه ديال الماء. المهم على حسب الذوق ديالك. فانا تقدري تخليه يكون ناشف على حد الدرجه هذه شويه، وتخليه غيكون سائل يعني يكون شويه ما غاديش يكون معقد او لا عاقد كما ديالي. انا كنفضل يكون ثقيل لانه كيبقى عندك في الثلاجه من اسبوع حتى 10 ايام وهو في الثلاجه. تقدري تستمتعي به مع العائله ديالك او الافراد ديال الاسره، خصوصا كيكون زوين في الصباح. فملي كنحصلوا عليه بهذه الطريقه هذه كنجيب اي ملعقه او لا اي حاجه متقوه بحال هذا الشكل هذا وكنعجنو وهو باقي على النار. كنضغط عليه. فبهذه الطريقه كيكون كما كتشوفوا كنزيد الماء الزهر كيكون شويه معلق. فتقول لي نخدم الاله الكهربائيه. الا درتي الاله الكهربائيه غير خصك تزيدي الماء وغير رجع عاوتاني فوق النار. ففقط بهكايا تعجنيه كيجي اسهل وكيجي ناجح. وكنحصلوا على مربى ديالنا بعد ما كنكهو، والنكهه طبعا على حسب الذوق ديالك. وكنحصلوا على مربى بهذا الشكل هذا بعد ما كيبرد كنديروا في القنينه ديالنا ونستمتعوا به مع افراد الاسره. وكنتمنى يعجبكم هذا المربى هذا وتجربوه وتردوا عليا. وما تنساوش اللايك واشتراك القناه وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد. والى اللقاء حتى الفيديو جديد ان شاء الله.